قرر نادي ريال مدريد الإسباني التكفل بطفل مغربي ناج من الزلزال الذي ضرب عدة مناطق في المغرب ليلة الجمعة السبت. الطفل عبد الرحيم ظهر في تقرير تلفزي يحكي عن فقدانه لوالده ولوالدته وإخوته وجده في الزلزال المدمر. وذكر الطفل الذي كان يرتدي قميص ريال مدريد أنه يتمنى أن يواصل حياته ويكمل دراسته ليصبح طبيبا أو أستاذا. فيديو الطفل المغربي انتشر بشكل واسع في إسبانيا، وخاصة بين مشجعي ومحبي النادي الملكي الذين وجهوا نداء لفريقهم لتبنيه. بعدها أكد تقرير تلفزيوني جديد أن نادي ريال مدريد تواصل مع عم الطفل عبد الرحيم وعبر عن رغبته في انتقاله إلى إسبانيا والتكفل به.